السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شباب. الليلة احنا دار لكم طريقة بتاعت تأمن بها الحساب من الفيروسات اللي اتنشرت في الأيامات دي، اللي هي ممكن بديت تلقاها في الجروبات أو صفحتك الرئيسية أو في زول بيرسل لك عبر المسج أو حاجة بالشكل ده. وبعدين هي يعني من الحاجات الكعبة فوقها إن هي بتتحكم في صفحتك وبتنشر لك روابط فوق صور إباحية للجروبات اللي انت مشترك فوقها او للاصدقاء وكده. طبعا انا جاتني كم صورة بنفس الكلام ده، بيقول لي بعض مرات فضايح فنانين او بيقول لي اغتصاب او حاجات بالشكل ده. اوكي، ومنها طبعا مثلا انا مصور لي صورة طبعا صورتها شايفين زي دي كده، جاتني زي دي الصورة عندي راسها باينة وبتقدر تلقى فوق اللينك بتاع اليوتيوب، لكن ده ما اللينك بتاع اليوتيوب ده الفيروس ذاته لو ضغطت فوقه هيتحكم فيك انت ذاتك. اوكي، هنعمل شنو؟ طبعا دي صحتي الشخصية موتو يعني تأمنها. طبعا يا جماعة الشرح بسيط جدا، هتخش في الاعدادات هنا ده وتشوف اعدادات الحساب، تخش فوقها استنانا من تفتح. طبعا حاجة هي بسيطة عشان لازم انت تعملها. اوكي، زي ما شايفين نخش هنا في الامان. طبعا الامان ده يعني من حياته كويس انه بخليك تتحكم في حسابك وما بخل يعني هسه بنشوف يعني. اوكي، هتخش هنا التصفح الامن. التصفح الامن ده يا جماعه انا قبل كده عملت فوق الشرح ان يا جماعه شايفين هنا ال HTTPS دي الصفحات الجديده والامنه. اوكي، شايفينها هنا فوق اللينك بتاع فوق هنا، نشوف بس من البدايه. شايفينه يعني الصفحه دي امنه. بعد مرات ما امنه بتعرفها كيف، بتلقاها بس فوق ال HTTP الاس دي ما فيش، دي معناها شنو؟ ما امنه. انا عشان داير اخلي ان التصفح بتاعي يكون بس في الصفحات الامنه، بكون بدي صح هنا ده وبعمل له حفظ التغيرات، لان انا قبل كده كان عامل لها حفظ التغيرات، هسه ما اقدر اعمل ما تديه حفظ التغيرات. اوكي، انت من هي تمنت يعني الصفحات يعني ما بتفتح معاك وكده. طبعا ده يا جماعه نحن لو عملنا الطريقه دي انه بنقدر نتحكم في المنشورات اللي بتجينا واللينكات اللي بتجينا بنسبة 90%، يعني ما اقول لك 100%. اوكي، وطبعا عندنا اشعارات تسجيل الدخول طبعا للامان بتاع الحساب عشان ما يخترق. وعندك هنا الموافقة دي برضه يا جماعة، يعني نجي كده اشعارات هنا دي انا لو خشيت فوق يعني داير يتقبل انه لو في زول داير يعمل لي اشعار، يعني مثلا في زول داير يخترق حسابي ولا حاجة، بتجيني رسالة في التلفون او في الحساب بتاعي بتاع الياهو او الهوت ميل وكده. وهنا الموافقة دي طبعا يا جماعة يعني بتشوفوها حاجة كده يعني كحاجة ثقل، لكنه ما ثقل يا جماعة. دي تربط بها الحساب بتاعك بالتلفون، الفيس بتاعك تربط بالتلفون. لما تخش لك من المتصفح ما انت يعني قبل كده ما هتخش به، بقوم بيديك كود في تلفونك بتنزله وبتخش عادي. هذا زي انا هسه عندي دي الاجهزة اللي اتعرفت عليها ان انا قاعد اخش فوقها طوال. شايفينها 50 جهاز، واي جهاز بخش فوقه قاعد اكتب الاسم. اوكي، دي تقوم تشغل التلفون او رقم تلفونك تربطه مع الفيس، وبكده تكون شنو اتحكمت في حسابك. ولو في اي جديد ممكن نيجي نوريك. لو ما فهمت الدرس برضو انا اخدت الرابط بتاع صفحتي اسفل الفيديو، ممكن تراسلني وانا حوريك تعمل شنو اكتر. وشكرا، كان معاكم متكل جمال والسودان. ان شاء الله درس كلنا نستفيد منه.